فيلمنا النهاردة بيبدأ مع مرشح الحزب الحاكم جونج، واللي بيبقى بيجهز للانتخابات بمنتهى القوة علشان يفوز السنة دي. ومراته هيون وبنته الطالبة جين بيبقوا مقدرين انشغاله جدا لأن الانتخابات دي مهمة جدا بالنسبة له. بس جين بتطلب من أمها تروح تخرج شوية مع صاحبتها سو هاي بما إنهم مشغولين، فبتوافق الأم، لكن بتطلب منها تسيب رقم سو هاي علشان لو اتأخرت تتصل بيها. وبيبان إن يون بتخاف على بنتها جدا وبتحبها كمان. تاني يوم بتنزل هيون تشارك في الحملة الانتخابية بتاعت جوزها، وبتشوف وقتها المرشح اللي ضده معدي في الشارع لكنها ما بتهتمش. ولما بترجع بيتها بالليل بتكتشف إن جين مش موجودة، فبتخمن إنها عند سوهاي لسه وبتتصل بيها، لكنها بتتصدم إن جين كتبت لها رقم غلط أصلا. فبتتصل هيون بواحدة تانية من صحباتها، فبتعرف إنها ما خرجتش معاها بقالها أكتر من سنة. فبتقلق هيون جدا وبتطلع على مكتب جوزها فورا تعرفه إن بنتها مختفية. لكن جونج بيبقى مشغول بالحملة الانتخابية وبيأكد لمراته إنها أكيد مختفية شوية مع واحدة من صحابها وهتظهر عادي، خصوصا إنه مش هينفع يجازف ويبلغ الشرطة وسط الحملة الانتخابية يا إما هيحصل له مشاكل. ولما بتلاقيه بيتكلم ببرود كده بتسيبه وبتمشي وهي متعصبة على الآخر. بتفضل بقى تلف في الشوارع بالعربية يمكن تلاقي جن هنا ولا هنا، وبترن على جوزها تاني لكنه بيبقى مشغول في اجتماع وما بيشوفش مكالماتها أصلا. فبتقرر هيون تروح اسم الشرطة وتبلغ عن اختفاء بنتها، وبتحكي للمحقق عن سو هاي صديقة بنتها المقربة، وبتبقى عايزة تعرف عنوانها أو رقم تليفونها يمكن بنتها تطلع هناك. المهم تاني يوم بيروح لها المحقق وبيعرفها إن أكتر رقم اتصلت بيه جين قبل اختفائها ما كانش سو هاي بل طالبة تانية كده اسمها تشوي. وكمان لما بتروح هيون للمدرسة بتكتشف إن مفيش طالبة اسمها سو هاي أصلا، فبتبدأ الأم تقلق أكتر على بنتها وحست إنها كانت مخبية حاجة. وبتنزل تشوف الطالبة تشوي اللي بنتها كانت بتتواصل معاها كتير، فبتعرفها تشوي إنها شافت جين بتركب عربية بيضة مع شخص مجهول وبتمشي، لكن هيون ما بتصدقهاش لأن بنتها مستحيل تركب عربية غريبة. وفجأة بتلاحظ هيون في إيديها ساعة جين وبتسألها عنها، ولما بتعرفها إنها بتاعتها بتتضايق هيون لأن تشوي أبوها سواق غلبان وما يقدروش يشتروا ساعة غالية زي دي. لكن البنت برضو بتصمم إن الساعة بتاعتها، فبتروح لشؤون الطلبة يمكن تقدر توصل لأي حاجة. وبتلاحظ هناك إن درجات بنتها كانت ثابتة جدا وعالية في آخر فترة، ودايما كانت بتطلع مصنفة على الصف هي وتشوي. ومفيش دليل إن تشوي سرقت الساعة وتبليغ الشرطة هيعمل مشاكل مش أكتر. المهم تاني يوم بيجي محقق جديد يمسك قضية جين، ولما بيقابل جونج وهيون بيستغرب وبيقول لهم انتوا ليه مكملين في الحملة الانتخابية وبنتكم مفقودة؟ ده هيأثر على التصويت أكيد ومش لصالح جونج. بس جونج بيتضايق وبيقول له عايزنا نسحب من الانتخابات يعني ولا ايه؟ ولما بيسألوا المحقق كان فين وقت ما جين اختفت، بيعرفوا انه كان في اجتماع مهم لكنه بيرفض يعرفهم كان مع مين بالظبط. وبيروح بعد كده الأب والأم يفتشوا في حاجة جين وبيلاقوا معاها علبة سجاير رغم إنها ما كملتش 16 سنة لسه. وده بقى بيخلي جونج يشك إن بنته أكيد بتستمتع بوقتها هنا ولا حاجة. لكن هيون بتسأله السؤال الأهم، هو أنت كنت مع مين وقت اختفاء جين؟ فبيحاول يراوغ وبيقول لها الموضوع ده مهم بالنسبة لك أوي يعني. فبتصدمه هيون إنه هيعتمد على بقائها معاه أو إنها تسيبه للأبد، وبتبقى مضغوطة جدا بسبب اختفاء جين وقلقانة عليها، وبتتخانق معاه جامد وبتقوله قدام أتباعه إن الأب بنته اختفت وهو كل اللي فارق معاه الفوز بالانتخابات فقط لا غير. فبيضطر يطلع وراها وبيعرفها إنه كان حد مش شخص بيأتمنه علشان يظبطه في الانتخابات مش أكتر. المهم بالليل بتحاول هيون تفتح الإيميل بتاع جين بكل الطرق لكنها بتفشل بسبب الرمز السري، فبتتصل بخدمة البريد تقريبا وبتعمل إنها جين ونست الرمز بتاعها. بس الصدمة مش هنا، الصدمة لما بتفتح الإيميل بتلاقي عليه أكتر من 53 ألف رسالة غير مقروءة. وطبعا وسط الفوضى دي هتعاني هيون علشان توصل لرسالة مفيدة، فبتقرر تشغل أغنية وتبدأ تراجع الرسائل اللي تحس شكلها مريب أو ممكن توصلها لدليل، وبتفضل سهرانة طول الليل على الموضوع ده. أما جيونج فبيطلع يخاطب الشعب وبيأكد لهم إنه هيبقى أب أكثر حزما بس لما بنته ترجع له بالسلامة، وبيحاول يكسب تعاطفهم لأن خلاص موعد الانتخابات قرب. أما هيون فقدرت تفرز الرسائل وتطلع منهم المهم لحد ما بتشوف رسالة كده باسم المدرسة مية، فبتقرر تروح لها المدرسة واللي بتوريها فيديو لجين وتشوي وهم بيغنوا. بس الغريب ان الطلاب كلهم بيسخروا منهم وبيعاملوهم وحش جدا وكأنهم منبوذين، وبتأكد لها انها قلقانة على جين يكون حصل لها حاجة. فبتنزل هيون على الارض تتوسل لها تساعدها تلاقي جين قبل فوات الاوان.
فبتعيط ميا وبتتعاطف معاها جدا، لكن للأسف هي ما تعرفش أكتر من اللي قالته. وفي اليوم اللي بعده بتبقى هيون خلاص هتتجنن ويعتبر ما بتنامش خالص، وبتطلب من المحقق تشوف أوراق القضية بنفسها، لكنه بيرفض لأن ده ممنوع تماما. فبتقرر هيون تاخده معاها عند دكتور نفسي، وبياخدوا تشوي علشان ينيمها مغناطيسيا، لأن هيون يعني شك فيها على الآخر. بس رغم كده تشوي بتقول نفس الكلام بتاع العربية البيضة، لكن بتحدد المرة دي إن اللي كان جواها واحدة ست، وباين عليها إنها تعرف جن لأنها ركبت معاها بسهولة ومشوا على طول. فبيحاول الطبيب يعصر دماغها لحد ما بتقدر تتعرف على كام رقم من لوحة العربية، وبتخمن إن جن راحت العاصمة سول علشان تبقى مغنية. وعلى العموم لما بتفوق تشوي بيقرر المحقق يمشي لأن مفيش أمل منها خلاص. أما هيون فبتقرر تروح لمدير الحملة بتاعت جوزها تتكلم معاه، وبتسأله عن جدول جونج في أول يوم من الحملة بتاعته واللي اختفت فيه جن. فبيعرفها إنه خلص شغل ومشى مع السواق، وبيتصل على السواق علشان يعرف وصله فين بالظبط، فبيعرفه على طول عنوان فندق معين في المدينة. فبتطلب هيون من مدير الحملة يساعدها في الدخول على ملف جن بنتها في الشرطة، وبتبقى متعصبة جامد وعمالة تقطع في صور جوزها، بس المدير بيأكد لها إنه ما يقدرش يساعدها في حاجة زي دي لأنه انتهاك للقانون. فبترجع تسأله مرة تانية عن الشخص اللي جوزها قابله في الفندق، لكنه بيأكد لها إنه ما يعرفش. فبتتجنن هيون وبتطعن إيديها بالمقص، وعلشان كده كلم لها السواق اللي عرفها مكان الفندق بالظبط، وإن جوزها أكيد راح يقابل مسؤول الحزب المعارض يومها مش أكتر. فبتسوق هيون العربية ناحية الفندق وهي عمالة تعصر دماغها، وبتفتكر كل تفاصيل اليوم اللي اختفت فيه جن، لدرجة إنها بتخمن إن المرشح اللي نازل ضد جوزها ممكن يبقى هو اللي خطفها، خصوصا إن شعبية المرشح المنافس بقت في السماء، وجونج شعبيته بقت في الأرض لأنه لسه مكمل في الحملة الانتخابية رغم اختفاء بنته. فبتقرر هيون تروح لدجالة كده تعمل لها حفلة زار، على أمل إن بالطريقة الغريبة دي بنتها ترجع لها، وبتفضل تحاول تفتح تليفون جن بكل الطرق الممكنة لكن بتفشل، لحد ما بتجرب رمز أخير وبتلاقيه نجح فعلا. لكن في اليوم ده عزيزي المشاهد بتحصل الصدمة الكبرى، والشرطة لقت جثة جن مقتولة ومرمية في الغابة، وبتيجي كل وسائل الإعلام تغطي الجنازة ويشوفوا جونج وهو بيعيط على بنته. ومن هنا بيتحول التعارض لتعاطف ودعم كبير لجونج بعد موت بنته، لدرجة إن الصحافة بتوصف المشهد بجملة البنت اللي أنقذت أبوها. المهم بالليل لما بيروح جونج بيعترف لمراته إنه يوم اختفاء جن قابل عضوة المجلس السياسي علشان يكسبها في صفه، لكن هيون بتبقى عرفت الموضوع ده خلاص، وبرضه رغم كده بتأكد له إن كل حاجة بينهم انتهت للأبد، وبتتهمه إن هو اللي قتل جن بسبب إهماله. والأكبر من كده إنها بتحس إن مدير الحملة بتاعته ممكن يبقى قتل جن علشان يكسب تعاطف الناس مش أكتر. ولما بيضربها جونج بالقلم بتديله هي 100 قلم على وشه وهي منهارة، فبيفقد أعصابه تماما وبيوقعها على الأرض وبيخنقها جامد، وبيأكد لها إن مش هي بس اللي فقدت بنتهم، لكنه بيستوعب للحظة كده إن جن ممكن تبقى ماتت بسبب إهماله فعلا، وبيسيب هيون وهو منهار من العياط. أما بالنسبة لهيون فمش بتستسلم أبدا وعايزة تعرف حقيقة اللي حصل لبنتها، وبتفضل تدور في الإيميل والكشاكيل وكل حاجة تخصها، لدرجة إنها كانت هتتجنن خلاص من شدة التركيز والتدوير الكتير. ولما بتفتكر موضوع إن بنتها بتقفل امتحانات المدرسة كل سنة، بتبدأ تراجع الامتحانات كلها، وبتلاحظ ساعتها إن الإجابات نموذجية أكتر من اللازم، وبتكتشف بعدها إن في إيميل كان بيبعت لها الإجابات في كل مرة. فبتروح المدرسة تقابل ميا وبتسألها إذا كانت تشوي مشكوك في أمرها ولا حاجة، فبتحكي لها ميا إن في شخص شاف تشوي يوم اختفاء جن وكانت غرقانة دم، لكنها بتأكد لها إنها مستحيل تأذي جن مهما حصل. فبيستدعي المحقق تشوي عنده وبيحقق معاها لأنهم لقوا دم من بتاع جن على الكوتش الرياضي بتاعها، فبتحكي له إن جن جرحت ركبتها مش أكتر والدم جه عليها بالطريقة دي. فبتقتحم هيون التحقيق وهي متعصبة على الآخر، لكن والد تشوي بيطلب منها تحترم نفسها لأن بنته مش قتلت قتلة. فبتتجنن هيون أكتر خصوصا لما بتعرف إنه سواق جوزها جونج، بس بيطلعوها من غرفة التحقيق بالعافية. لكن وهي خارجة بتعرف الوالد إن بنته كانت بتغش طول السنتين اللي فاتوا في الامتحانات. وبيوصل وقتها جونج فجأة وبيشوف الخناقة بينهم، فبيتعصب وبيضرب والد تشوي والوضع بيخرج عن السيطرة. المهم بعدها مدير الحملة الانتخابية بيقرر يجيب لهيون ملفات الشرطة يمكن تهدى وترتاح، وساعتها بتبدأ تراجعهم كلهم واحدة واحدة، وبتفهم إن القضية اتقفلت كحادث دهس وفرار مش أكتر.
وفي الناحية التانية بيتم التحقيق مع تشوي بشكل كبير وبيحطوها على جهاز كشف الكذب علشان يعرفوا إذا كانت حاقدة على جين علشان أبوها سواق عند جونج ولا حاجة، لكنها بتنفي الموضوع تماما وبتجاوب على كل الأسئلة بثبات. وبتحكي كمان إن جين كانت شخص مكروه في المدرسة ومحدش بيحب يتكلم معاها، وتشوي هي كمان ما كانتش بتطيقها لأن أبوها سواق عند أبو جين، لكن بعد كده بقوا صحاب لما عملتها جين كويس. خصوصا إن في مرة الطلاب عملوا مقلب في تشوي وحطوا دبابيس في الخزانة بتاعتها، وبمجرد ما لمستهم عورت إيديها، لكنها ما بتبقاش مهتمة وحاطة السماعات في ودنها طول الوقت لحد ما بتجيلها جن تدعمها وبتشيل السماعة تسمع معاها. وفي وقتنا الحالي بقى بتقرر هيون تروح تقابل المدرسة مية وبتواجهها بحقيقة إن هي اللي كانت بتسرب الامتحانات لبنتها وتشوي قبل الامتحانات على طول، وبتثبت لها ده بعد بحث وأوراق كتير جدا جدا. ولما بتسألها هيون ليه كانت بتسرب لبنتها الامتحانات، فبتأكد لها مية إنها كانت بتحبها وعايزاها متفوقة مش أكتر، بس هيون بتبقى شايفة إنها ممكن تكون قتلتها، لكن بتنفي مية الموضوع تماما وبتطلب منها ما تبلغش الشرطة لأن دي هتكون وصمة عار لبنتها مش أكتر. لكن هيون ما بتهتمش وبتلم الورق وبتمشي من عندها فورا. بتروح بقى للمكان اللي حصل فيه الحادث قريب من الغابة، لكن فجأة بتلاقي شخص جاي من وراها وبيضربها بمنتهى القوة وبيسحبها للغابة وكان عايز ياخد أعضائها، لكن هيون بتفوق في آخر لحظة وبتفضل تصرخ، بس بيحذرها الراجل إنها لو اتحركت هتأذي نفسها، وبيفضل يدق بشاكوش على بطنها وهي بتتألم جدا لحد ما فجأة بيجي جوزها يشيله من عليها وبينزل ضرب فيه بمنتهى القوة، وهيون بتفقد الوعي وقتها وهي شايفة جونج عدمه العافية. بس بيتضح بعدها إن الراجل اللي عمل كده هو من أشد المؤيدين للمرشح المنافس لجونج، وفكر يأذي هيون علشان يبعد جوزها عن الانتخابات مش أكتر ومالوش علاقة بموت جين. المهم لما بتفوق هيون بتتعامل مع جوزها كويس، خصوصا بعد ما شافته بيخاطر بحياته في سبيل إنقاذها، وكمان بيديها صاعق كهربي تخليه معاها علشان لو تعرضت لموقف مشابه، وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها لأن جين أكيد ما كانتش هتحبها تتأذى بأي شكل. المهم تاني يوم بتشغل هيون الفيديو الغنائي بتاع جين وتشوي، وبتلاحظ وقتها بنت بنضارة كده هي الوحيدة اللي كانت مندمجة معاهم، فبتقرر تروح لها المدرسة تتكلم معاها، ولما بتوريها الفيديو بتأكد لها البنت إنها كانت مبسوطة بأغنيتهم رغم إنها كانت غريبة، وبتوريها فيديو غنائي لتشوي وجين بس بتصويرها هي، وبتأكد لها إن تشوي مستحيل تأذي بنتها مهما حصل، وإن جين كانت متضايقة من أبوها لو فاز بالانتخابات هينقله من هنا، وهتسيب ساعتها تشوي تعاني من التنمر الشديد في المدرسة لوحدها. فبتقرر هيون تروح للمستودع القديم اللي بنتها وتشوي بيتدربوا فيه على الغناء، وده اللي ظهر في الفيديو مع البنت منضارة. بمجرد بقى ما بتدخل المستودع بتشوف صور كتير بتجمع جين وتشوي في كل حتة، فبتتعصب على الآخر لأنها ظلمت تشوي وبتفضل تكسر في المكان والآلات بتاعة العزف وهي غضبانة جدا، ده لدرجة إنها بتشيل الدرامز تكسره لحد ما بتلاقي كيسة سمرة مليانة بالفلوس، وبتفهم إنها أكيد كانت علشان الحفلات بتاعتهم، بس ما بتبقاش عارفة جابوا الفلوس دي كلها منين. فبتستخبى لحد ما تشوي بتوصل للمستودع وعلى طول بتطلع ترمي عليها الفلوس، وبتفهم منها انهم خدوا الفلوس من نفس الشخص اللي كان بيسرب لهم الامتحانات. وساعتها بتنهار تشوي وبتعرفها ان امها ماتت من زمان وابوها اتجوز واحدة تانية مش بتبطل خلفة، وإن كل اللي كان ليها في الحياة هي جن ومستحيل تأذيها. ولما بتضغط عليها هيون أكتر بتعترف لها تشوي إن المدرسة مية أجرت واحد علشان يخبط جن بالعربية، وبتديها تليفون الشخص اللي قتل جن وعليه رسايل بينه وبين اللي أمره يعمل كده، وبتعرفها كمان إن جن كانت هتديها الفلوس دي علشان هتسافر وتسيبها وهي فقيرة، وبتصدمها إنها ركبت عربية الشخص القاتل ودهسته بنفس الطريقة اللي موت بيها جن، خصوصا إن أبوها سواق واتعلمت السواقة منه من بدري. وبنشوف بقى يومها إن القاتل خبط جن تحت أنظار تشوي، ولما ساب العربية ونزل يتأكد إنها ماتت ركبت تشوي العربية مكانه وصدمته علشان يموت بنفس الطريقة وهي غضبانة على الآخر، ولما لقيته لسه عايش رجعت خبطته تاني طيرته من فوق العربية، وبتكرر نفس الحكاية كذا مرة لحد ما بتفرمه تماما. وبتاخد بعد كده شنطة الفلوس اللي كان المفروض جاي يديها الجن، وبتاخد جن معاها في العربية وبتمشي. ولما بتستغرب هيون ليه المدرسة مية بعتت حد يقتل بنتها بتكشف لها تشوي إنهم مسكوا فيديو فاضح على مية مع راجل تاني، لأنهم من سنتين بعتوا لها إزازة معطر فيها كاميرا وهي ما تعرفش، وكان الهدف في البداية يضغطوا عليها علشان تسرب لهم الامتحانات لحد ما طلبوا منها 100 مليون وون، وساعتها بعتتهم
بس برضه بعتت معاهم قاتل قضى على جين. ولأن تشوي ما كانش ينفع تحكي الكلام ده للشرطة، قررت تدفن جين بنفسها في الغابة وتكتم على الموضوع. وبعد اللي بتسمعه هيون بتقرر تاخد تليفون القاتل وتتحرك من المكان بدون ولا كلمة. وفي الوقت ده بيكتشف جون بأن بنته كانت مجهزة ليه عيد ميلاد مسبقا، والناس لما بيروحوا يقدموا له الهدية بينهار من العياط لأنها كانت مهتمة بيه أكتر من ما هو يعرف أساسا. أما هيون فبتروح تشتري أدوات كتير من المتجر، وبيبقى اليوم الأخير من الانتخابات وخلاص بكرة هيتم إعلان فوز جونج. فبتقرر هيون تعمل أكل فاخر لجوزها وتقعد تتكلم معاه شوية، وفعلا تاني يوم بيفوز جونج باكتساح وبيبقى فرحان على الآخر. وبالنسبة لهيون فبتروح تقابل ميا وتعرفها بحقيقة الفيديو بتاعها، بس المفاجأة إن الراجل اللي ظهر معاها في الفيديو يبقى جونج جوز هيون. ولما جن شافتهم مع بعض بعتت لها المعطر وصورتهم سوا. ولما طلبت منها الفلوس تواصلت ميا مع جونج وعرفته إن في شخص بيبتزها بشريط فيديو ليهم مع بعض، لكن ما قالتلوش إنها بنته جن. فقرر الأب يبعت قاتل مأجور يقتل الشخص اللي بيبتزهم ده من غير ما يعرف. ولما هيون بتسأل ميا ليه ما عرفتوش إنها بنته، بتصدمها وبتقول لها علشان الاتنين يدفعوا التمن. فبتقرر هيون تنيم جوزها بمخدر، ولما بيصحى بيلاقي نفسه مربوط ومضروب بشكل قوي للغاية، وبترمي قدامه الفلوس وبترن عليه من الرقم اللي كلم القاتل بيه. فبيتصدم جونج لأنه ما كانش يعرف إنها بنته، وساعتها بتنزل هيون عليه بالضرب بمنتهى العنف وهي في قمة غضبها، وبتبقى كاتمة بقه علشان ما يقدرش يصرخ وهي في حالة انهيار تام. وعلى الرغم انها كانت عايزة تقتله خالص وبتلف اكياس على رقبته علشان يتخنق، الا انها بتتراجع في اخر لحظة وبتعرفه انها لو قتلته هيرتاح، لكن هي عايزاه يعيش ويدفع الثمن. وبتقرر تبعت الفيديو بتاعه هو وميا للمرشح المنافس ليه علشان يستخدمه ضده وياخد هو الانتخابات في لمح البصر. وبتسيبه بعدها مرمي على الأرض وبتركب عربيتها وبتمشي من المكان. بتروح هيون بقى عند قبر بنتها وهي منهارة تماما، وبتبقى جايبالها كل الحلويات اللي كانت بتحبها، لحد ما فجأة بتيجي تشوي من بعيد. فبتفكر هيون إنها بنتها وبتقوم تحضنها بشدة، والاتنين بينهاروا من العياط. ودي كانت النهاية. يا رب يكون الملخص عجبكم، ولو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل زي ما بتعملوا دايما. واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. سلام.